اهلا بكم. في الفيديو ده هقول لكم على قائمة المسلسلات اللي هتابعها في رمضان، وليه اخترت المسلسلات دي بالتحديد، فركزوا معايا. رمضان ده كالعادة فيه مسلسلات كتير جدا، يمكن تقريبا حوالي حاجة و30 مسلسل، قول 30 مسلسل. المسلسل مدة الحلقة فيه حوالي من 40 ل 45 دقيقة. لو هتشوفوا على التلفزيون فبالاعلانات ممكن مدة عرض المسلسل توصل لساعة واحيانا ساعة وي. فانا لو هتابع ال 30 مسلسل في رمضان فانا محتاج زيادة على يومي 6 ساعات عشان اقدر اشوف كل المسلسلات. فطبيعي جدا ان انا مش هقدر اشوف كل المسلسلات، فبالتالي هختار جزء من المسلسلات دي او عدد معين منها اتفرج عليه. طيب ايه اللي يخليني اختار مسلسل عن التاني؟ يعني ايه اللي يخليني افضل مسلسل واتفرج عليه والتاني لا اقول ده مش هتفرج عليه؟ بنسبة كبيرة المحتوى اللي المسلسل بيقدمه، القصة اللي المسلسل بيسردها يعني. فلو جيت بصيت على المسلسلات اللي بتتعرض في رمضان ده او رمضان اللي فات او اي رمضان او المسلسلات اللي بتتعمل عموما في الفترة اللي فاتت، هتلاقي ان المحتوى بتاعها يكاد يكون مشابه او زي بعضه. واحد بيبدأ حياته مقهور مظلوم مغلوب على امره وبينتصر في الاخر، او واحد بيكون هو نجم الشاشة ونجم الدنيا بحالها ولامم كل البنات حواليه في المسلسل، بيحبوه بيموتوا فيه وكلهم نفسهم يتقربوا منه. او بلطجي طلع من حي ما من الاحياء الشعبية، بدأ مسيرة حياته وبدأ يشق الدنيا وبدأ يبقى سندال ويكحرت اللي ما اتكحرتش وهكذا. فكل سيناريوهات المسلسلات متوقعة وتكاد تكون محفوظة. طيب انا لما اتفرج على حاجة زي دي هستفاد ايه؟ ايه اللي هيفيدني بعيدا بقى عن ايه اللي هيضيع مني؟ عايزين دلوقتي نعرف انا ايه اللي هيضاف ليا لما اتفرج على مسلسل زي ده؟ ولا حاجة. يبقى المسلسل اللي فيه حاجات شبه دي اكيد مش هتفرج عليه. طيب في بقى مسلسل بيذاع في رمضان ده فيه قصة، فيه هدف، يعني لما اتفرج عليه هطلع منه بحاجة زيادة في حياتي، هتفيدني في حياتي، هتفيدني في ديني، هتفيدني في دنيتي؟ ما اظنش. فبالتالي يعني هتفرج على ايه؟ ما هو خلاص كده يبقى عدد المسلسلات اللي هتفرج عليها في رمضان صفر، لان مفيش مسلسل هيديني اللي انا محتاجه او هلاقي فيه اللي انا عايزه، فمش هتفرج على مسلسلات. لان المسلسل اللي هتفرج عليه او هتابعه هو مش بس مش هيضيف لي قيمة، بالعكس ده هيغير من مفاهيمي وهيغير من القيم المجتمعية اللي متعودين عليها، وهيأثر بشكل او باخر على وعيي وعلى وعي اللي بيشاهد المسلسل ده. وده لاحظناه كتير في الفترة الاخيرة، من اول مسلسل الاسطورة اللي كان كل الشباب بيحلق الحلقة بتاعته وبيعمل شعره ودقنه زيه، ومش بيغير في الشكل بس في الطباع كمان. كام مرة كنت بتلاقي في المدارس اطفال بتعمل في بعض مقالب احنا بنعمل زي رامز، مع ان المقالب دي ممكن يكون منها اللي بيؤذي الاطفال دي نفسيا وجسديا، وبيكون فيه تهكم وتنمر عليهم، ومع ذلك بياخدوها تحت مسمى الدعابة والمقالب واحنا بنهزر. فاذا اللي بتفرج عليه في رمضان مش بس مش هيفيدني، ده هيضرني، هيغير مفاهيمي ومعتقداتي. كل ده بسبب ايه؟ ما يا عم ما تقوليش بسبب المسلسل، انت هتمثل مسلسلات اللي هتبوظ وعي جيل وهتبوظ ما هي الفكره ان احنا بنستهين بالحاجات الصغيره والبسيطه اللي بتغير في وعينا وفي فكرنا، لحد ما حاجه صغيره جنب حاجه صغيره بقت جنب حاجه صغيره بقت حاجات كتير صغيره، بقت كلها في الاخر حاجه كبيره بتغير فعلا وعي المجتمع وبتغير وعي الجيل كله. ده سبب من الاسباب اللي هيخلي عدد المسلسلات اللي هتابعها في رمضان ان شاء الله هيكون صفر. السبب الثاني بقى والاهم ان المسلسلات دي جاية في رمضان الشهر اللي بيجي في السنة كلها مرة واحدة، رمضان اللي ممكن يكون فرصة تغير حياتي للأبد، رمضان اللي ممكن يكون نقطة تحول في حياتي، رمضان اللي أنا لازم أستغل فيه كل ثانية وكل لحظة، لعلها تكون هي سبب نجاتي من النار، أو لعل تكون اللحظة دي اللي ربنا هيغفر لي فيها وهيعتق رقبتي من النار. إيه بقى اللي يستحق إن أنا أسيب كل الفضل ده وضيع وقتي في الفرجة على المسلسلات؟ وحتى لو هتابع مسلسل واحد بس، الساعة اللي انا هتابع فيها المسلسل دي انا اولى بيها. ده هو شهر واحد بيجي في السنة ما بيتكررش، المسلسل قاعد بعد رمضان لو انا حابب اتفرج عليه يعني، انما في رمضان ما ينفعش اضيع ساعة من وقتي، ما ينفعش، كبيرة.
الساعه دي انا ممكن اقرا فيها جزء او جزئين، ممكن ادعي فيها باللي انا عاوزه وربنا يقبل دعوتي وحياتي تتغير بسبب الدعوه دي. رمضان يا شباب مش شهر المسلسلات وبرامج المقالب، رمضان شهر بيديك شحنه ايمانيه تكمل بيها باقي السنه لحد رمضان اللي جاي، عشان تعرف طول السنه تعبد ربنا وانت عندك مشحون ايمانيا انك تعبد ربنا طول السنه لحد ما رمضان اللي بعده يجي. رمضان بيئه ايمانيه المفروض ان انا اتعلم فيها واطلع منها مثمر، مش اطلع منها بمشاهد واغاني جديده شفتها في مسلسلات جديده. فانت جاي في رمضان تضيع وقتك اللي ما اسرع رمضان بيطير زي الهوا وانت محتاج فيه لكل ساعه لانها ما بتتعوضش، وبتضيع وقتك ده في حاجه بتضرك مش حاجه بتفيدك وبتعصي ربنا. في رمضان زي ما الحسنات بتتضاعف الذنوب والسيئات كمان بتتضاعف لانه موسم طاعات، فما ينفعش اجي في موسم الطاعات واعمل سيئات واضيع وقتي بذنوب وبمعاصي وبفرجة على حاجات هتفسد اخلاقي وهتضيع مستقبلي وهتضيع مستقبل جيل كامل. رمضان فرصة لن تعوض يا عالم، احنا هنعيش للسنة الجاية وربنا هيبلغنا رمضان اللي جاي ولا لا، فاستغل كل لحظة في رمضان لانها ممكن ما تتعوضش تاني. وبس كده، والى هنا ايها السادة والسيدات لكم مني اطيب التحيات، تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.